السلام عليكم اصدقائي، اهلا بكم في فيديو جديد. بعد فتره غياب صغيره رجعنا لكم بالفيديوهات اللي انتم طلبتوها. بعد انتقال امام عاشور للنادي الاهلي حصل صدمه مش طبيعيه لجماهير نادي الزمالك ولاداره نادي الزمالك. بيني وبينك يعني تقدر تقول عليها صفقه القرن للنادي الاهلي. ليه؟ لان ده اكبر زملكاوي عندهم، وده اكتر واحد كانوا بيدافعوا عنه، وده بيعتبروه ابن النادي. فحصل حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها. المهم قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان نستمر. ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا كلكم عارفين علاقتي بامام عاشور والعلاقه الاسريه بتاعته في نادي الزمالك وعلاقتي بيه وعلاقتي بيه باسرته والكلام ده كله. امام عاشور اقسم برب الكعبه ما هيروح النادي الاهلي وهيديله مليون جنيه. مليون جنيه. مليون جنيه في ايه؟ في اليوم. مش مليون جنيه في السنه، يعني في اليوم. يعني كل يوم هيديله مليون جنيه مش هيروح النادي الاهلي. يا كابتن لو ما كنتش تحلف، لو ما كنتش تحلف وتشيل يمين ربنا. بس انا جبت لك الفيديو ده في البدايه عشان اوريك عقليه وطريقه اقناع الناس دي للجمهور. مستعد يحلف بربنا ويشيل اليمين عشان يكسب واحد هنا او واحد هنا، او عشان يدافع عن النادي، او عشان يدافع عن اللاعب، او عشان يدافع عن اداره. صحيح، ما تنساش بقى تكفر على اليمين ده وتبطل تتكلم في الكوره وتبطل تحلف. ماشي. ما تيجي بقى تتكلم بلغه الكوره وتيجي تتكلم مين ضحك على مين. لا، الاهلي الزمالك ضحك على الاهلي. مرتضى منصور ضحك على الاهلي. بجد والله مرتضى منصور ضحك على الاهلي؟ طب ممكن تقول لي هو ضحك على الاهلي في ايه؟ هتقول لي مين لعيب في مصر اتباع ب 100 مليون جنيه؟ هات لي لعيب في مصر اتباع ب 100 مليون جنيه. النادي الاهلي دفع 3 مليون دولار بس لنادي الزمالك، يعني 120 مليون جنيه. مين لاعب مصري بيتباع من نادي مصري لنادي مصري؟ مليون جنيه قصدك يعني 3 في 40. يعني لا مش 40، هو الدولار ده في السوق السوداء ده. هو لا انا بديك الاسعار اللي هي يعني التقريبيه. ماشي. طبعا هنا حصل كميه كذب وكميه تضليل مش طبيعيه. عاوزين نمسك كل كلمه قالها ونفنطها بالراحه كده عشان اوريك كميه الكذب وكميه التضليل اللي في الكلام. مبدئيا قال لك مرتضى منصور ضحك على اداره الاهلي. طب قول لنا الاسباب. اول سبب عنده مين لعيب مصري بيتباع ب 100 مليون جنيه؟ والرد بتاعي على الموضوع ده مين نادي مصري دفع لعبد الله السعيد وهو فوق ال 33 سنه 40 مليون جنيه علشان ينتقل من الاهلي للزمالك؟ مين اللي عمل كده؟ الزمالك؟ طب هل كان في نادي وقتها يقدر يدفع المبلغ ده في لاعب فوق ال 30 سنه؟ لا. طب ما طلعتش اتكلمت على الموضوع ده ليه؟ لا عادي، اصل الموضوع يخصني. لما الاهلي يخلص في لاعب عنده 23 سنه مستقبل في نص الملعب مكسر الدنيا وهو رغبته ان يجي الاهلي ولاعب هيفيدني انا في الملعب ويدفع فيه 100 مليون جنيه، لا دي ازاي يعمل كده؟ ده اهدار ملعب. ثالث نقطه بيقول لك انتقال لاعب مصري من نادي مصري لنادي مصري. حضرتك وانا اشتريته منك؟ حضرتك وانا دفعت لك الفلوس؟ لا. اما ايه من نادي مصري لنادي مصري؟ ادي كمان كذب. اخر كذبه واخر تضليله في الكلام بيقول لك 3 في 40، بيحسب الدولار على 40 جنيه. فرد عليه خالد الغندور وقال له لا الدولار مش ب 40، قال له ده في السوق السوداء بقى. انا مالي بالسوق السوداء، سعر الدولار في البنك كام؟ 30 جنيه. عاوز تخليها 40 عشان ترفع من قيمه الصفقه اكتر؟ يا عم كفايه كذب وتضليل بقى. هتواجه ربنا تقول له ايه؟ يا عم سيبك من الجمهور، هتواجه ربنا تقول له ايه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بص يا كابتن خالد، هو محمد صلاح او اي لاعب يعني بيحترم نفسه الاول. لما بيجيب جون او بيجيب اي حاجه بتلاقيه، يعني محمد صلاح لما جاب جون في روما ما بيحتفل. صحيح. اي لاعب يعني بيسجل في فريقه الاولاني ما بيحتفل. صحيح. تعالى النهارده شوف كهربا منزل صوره ليه مع امام عاشور راكبين عربيه وكاتب عليها اعظم نادي في الكون وبتاع. انا هوري لك الزمالك اعظم نادي في الكون ولا لا يا كهربا انت وامام عاشور. تمام. طيب يا كابتن مبدئيا بس عاوز اعرفك ان احتفال اللاعب بهدف في مرمى فريقه السابق هو موضوع اختياري. يعني في لعيبه بتمشي من النادي بطريقه وحشه فبيحتفل علشان ياكد ان هو اتظلم وان هو كان يستحق. فعدم الاحتفال مش معناه الاحترام بس. دي اول نقطه. تاني نقطه يا ريت توضح لنا بس الزمالك اعظم نادي في الكون ازاي؟ اول حاجه السيد كهربا ماشي كان محكوم عليه. ماشي. بص انا بقول لك اهو من واقع القضيه رسميه. السيد كهربا اللي هو اخوه يعني محمود كهربا. محمود نفسه اللاعب يعني اللاعب محمود نفسه عشان ما حدش يفهمها. محمود منعم كهربا. لا يا سلام على الملاحظه ويا سلام على الدقه. ايه النباهه دي يا جماعه؟ ايه النباهه دي؟ قال له السيد كهربا ده اخوه يعني؟ اخوه يعني اسمه السيد ولا مين؟ قال له لا اللاعب نفسه ده لقب، السيد ده لقب. يا عم بالله عليك ما تعمليش محنك، يا عم بالله عليك خليك قاعد ساكت وما تعمليش محنك. مش وقت هزار دلوقتي يا جماعه. ماشي. اتحكم عليه بايه؟ بص يا باشا ادي القضيه اهي، في قضيه نفقه. بص السيده ساره خليفه المقيمه في الحي الاول مدينه العبور. ماشي. دي كانت متزوجه الاستاذ كهربا، وبعدين
رفعت عليه قضيه، يعني طلقها فرفعت عليه ايه؟ قضيه. حكمت المحكمه ده الاستئناف، لا الحكم الاصلي اهو. لحظه. بعيدا ان انت متبع طريقه مرتضى منصور في الدفاع عن فكرتك، وهو اثبات بالادله والمستندات مشاكل مالهاش علاقه بالمشكله الرئيسيه، وبتدخل المشاكل الاسريه والمشاكل النفسيه في الكوره، وده طبعا مش صحيح. ثواني بس، هو انت عشان تثبت ان الزمالك احسن نادي في الكون تقوم تجيب لي مشاكل اسريه للاعب علشان تثبت ان نادي الزمالك احسن نادي في الكون؟ يا عم مال المشاكل الاسريه باللاعب نفسه. ليه بتطلع اصلا وتتكلم في الخصوصيات دي قدام الناس كلها؟ ده مش من حقك على فكره. ده انت بتتبع طريقه مرتضى منصور، السكريبت مكتوب فيه كده. طيب ماشي، ركز بقى في القرايه. كان رد الاستاذ مرتضى منصور في الخطاب اللي كتبه لنادي الزمالك ان هو حتى لا يتم، يعني طالب ان هو دفع المبلغ للاعب حتى لا يتم حبس اللاعب في قضيه الدفع او الحبس مما يؤثر على مستقبله. ماشي. اهي الزمالك دفع له فلوس، يعني الزمالك اللي دفع له بناء على قرار من الاستاذ مرتضى منصور عشان اللاعب ما يتحبسش في القضيه اللي اترفعت عليه. طبعا هنا هو حاسس ان هو عمل انجاز، وان مرتضى منصور دفع للاعب الفلوس اللي كانت عليه او خلصه من القضيه، فهو كده عمل فعل اخلاقي مع اللاعب. عاوز اقول لحضرتك ان الفلوس اللي مرتضى منصور دفعها دي ما دفعهاش من جيبه او صدقه للاعب. الفلوس دي هو يقدر يخصمها من المستحقات بتاعته، ويقدر يخصمها من الراتب بتاعه، ويقدر يخصمها من العقد بتاعه. بعدين ما تنساش ان كهربا دخل ملايين لنادي الزمالك اما كان بيلعب في اتحاد جده. وبعدين حضرتك ما طلعتش قلت الكلام ده من زمان ليه؟ تعالى بقى ايه اللاعب الايه التاني. اللاعب التاني اللي هو امام عاشور برضو، اللي هو ايه خدع الزمالك وضحك على الزمالك. هو لما كان الفيديو اللي انت ضحك على جمهور الزمالك. لا هو ضحك على الزمالك، على جمهور الزمالك. لا هو على الزمالك. على الزمالك. والنبي يا كابتن ممكن تنقطنا بسكاتك؟ انت كل دخله تيجي تعملها عشان تبان انك محنك وتبان انك مثقف بتحط نفسك في موقف محرج. الناس بتقول هو ضحك على الزمالك، طالع انت تبرر وعاوز ترفع من قيمه الكلام شويه وتخليه منطقي وتخليه حلو وتقول لك لا ضحك على جمهور الزمالك. فهم ردوا عليك قالوا لك لا هو ضحك على الزمالك، فريح بقى واركن على جنب. اللاعب امام عاشور بص في نفس برضه نفس القصه. حكمت المحكمه غيابيا بحبس المتهم امام عاشور 3 سنوات مع الشغل. 3 سنين؟ ليه كده؟ ما انا هقول لك. طبعا هنا بندق بيحب يحط التاتش بتاعه، بيحب يعمل سسبنس للموضوع. هو عارف الموضوع وعارف هو الراجل هيقول ايه، وقاريين كلهم السكريبت ومذاكرينه قبل ما يطلع، بس يحب يعمل سسبنس للموضوع. يقول له 3 سنين، 3 سنين بجد. ماشي. ايصال الامانه. استلمت انا الموقع ادناه السيد امام عاشور متولى عبد الغني لما الزمالك دفع له الفلوس. اقر انا الموقع ادناه امام عاشور متولى عبد الغني لاعب الفريق الاول لكره قدم بنادي الزمالك للالعاب الرياضيه. ماشي. بان نادي الزمالك للالعاب الرياضيه قد قام بسداد مبلغ وقدره نص مليون جنيه للسيد احمد محمد ابو العز محمود الجمال. طبعا نفس الطريقه اللي بيتبعها مرتضى منصور. قال لك ان اللاعب ايام ما كان بيلعب في نادي الزمالك كان عامل مشكله، اخذ فلوس من شخص عشان يوصلها لشخص واخذها لنفسه وضرب عليها، فالراجل راح اشتكاه واتحكم في القضيه ب3 سنين. ماليش دعوه بصحه الموضوع، انا برد على الكلام علشان يبرئ الاداره ويطلعهم ان هم مش غلطانين، ويطلعهم ان اداره الاهلي ما ضحكتش عليهم. فطالع يعض ويعور في اللعيبه زي ما عمل مع سيف فاروق جعفر ومع يوسف اسامه نبيل. لما مشوا من النادي ساب النادي وساب العقود وساب كل الملفات وقعد يقطع في اللعيبه. هو هنا بيعمل نفس المشكله، بيجيب حاجات قديمه الله اعلم صحتها ويطلع يوجهها للجمهور ويقول شفتوا احنا مشينا لعيبه بتعمل مشاكل، مشينا لعيبه عليها قضايا. ومع كل ده مرتضى منصور الحمامه البيضاء في السماء كان بيدافع عنهم وكان بيدفع لهم الفلوس من جيبه. وزي ما قلت في موضوع كهربا، هو دفع لامام عاشور الفلوس دي، ده لو الموضوع ده صحيح، واكيد خصمها من فلوسه ومن مستحقاته. ده 500,000 جنيه يعني بالنسبه للاعب مش فلوس ولا حاجه. فطبعا حجج واهيه وكلام ملوش اي معنى. تعالى بقى للجمهور. الجمهور بعد مباراة الأهلي، وهتكلم عنها، بعد مباراة الأهلي جماهير قعدت تشتمني تقول لي شفت آخر تطبيلك لمرتضى منصور، خلي عندك كرامة وسيب سيب القناة، خلي عندك كرامة وسيب القناة عشان خاطر بتقبض. هم بصراحة يا كابتن خالد عندهم حق، وطبعا لما جمهور الزمالك يطلع يقول لك كده المفروض يبقى عندك كرامه وتمشي من القناه مباشره، لان في الاول وفي الاخر انت بتطلع تمثل الجمهور ده، فالجمهور مش عاوزك فيجب عليك انك ترحل. لكن اكيد حضرتك عندك اسبابك انك قاعد في القناه، ممكن تقولها لنا؟ ولو كان رحيل خالد الغندور هو اللي هيرجع البطولات لنادي الزمالك مثلا، او العداوه اللي موجوده من ناس كتير ضد المستشار مرتضى منصور هي اللي بتحاول تهد او توقع الناس اللي حواليه، اللي بعضهم او كتير منهم حواليه
حبا في الزمالك؟ هو مبدئيا انا ما فهمتش ردك ولا فهمت اسبابك انك قاعد في القناه. انا فهمت انك دخلت الدنيا ببعضها وما قلتش جمله مفيده، لكن انا كالعاده هكمل معاك يا كابتن خالد، يمكن تقول جمله مفيده. ولو هذا الرجل اللي ماسك رئيس النادي بقاله اكتر من 10 سنين متواصله دخل في وسط لجان وكان بيكسب في الانتخابات، هل بعد كل الثمان 9 سنين اللي فاتوا من نجاحات على المستوى الانشائي او نجاحات على مستوى البطولات، لما نيجي نقع السنه دي ونكون سيئين، حتى لو كان في اخطاء اداريه، حتى لو كان في اخطاء من المستشار مرتضى منصور، حتى لو في اخطاء من امير مرتضى منصور، فمعناها كده ان احنا نلغي 8 سنين فاتوا من النجاحات، من البطولات، من دوري سنتين ورا بعض، من دوري وكاس، من افريقيا، من وصول لمرتين لنهائي افريقيا ولا نوفق، مع طبعا الكوارث الخارجيه اللي منعتنا من الحصول على البطولات. فنيجي نهد كل ده ونوقع كل ده ونقول ان الاداره دي فاشله عشان فشلت لمده سنه؟ طبعا انا سبته يكمل الموضوع كله على بعضه عشان اعرف ارد عليه وعشان انت وانت بتتفرج تفهم. هو هنا قال لك مرتضى منصور بقاله 9 سنين ماسك النادي، ما ينفعش اجي احاسبه عشان خاطر سنه وقع. عاوزك يا كابتن خالد بس ما تهولش من الموضوع وتكبره زياده عن اللازم. البطولات والانجازات والحاجات الجميله اللي انت بتتكلم عنها دي اللي مرتضى منصور عملها، انا هعدها لك واعرفك ان هو ما عملش حاجه. اولا انت ما خدتش افريقيا في عهد مرتضى منصور، انت خدت الكونفدراليه، فما تقوليش اخدت افريقيا، بتقول لي اخدت دوريات. دوريات ايه؟ في 10 سنين واخد 3 دوري، يبقى خدت دوريات؟ ما تكبرش وتهول من امر الموضوع. حضرتك وصلت افريقيا مرتين وما خدتش ولا لقب، ده انجاز بالنسبه لك؟ يعني انت المركز الثاني بالنسبه لك انجاز؟ يعني مش فشل. طيب تمام. طب بقى لو اداره معاها 1.7 مليار ومعاها 4 فروع ومعاها القوه ومعاها الاعلام ومعاها النفوذ ومعاها كل حاجه، خسرت كل البطولات السنه اللي فاتت، كالعاده بترمي على الاهلي يا كابتن خالد وبتحط راسك براس الاهلي. طيب انت قلت معلومه عاوزين نتاكد من صحتها، بس الاهلي خسر كل حاجه السنه اللي فاتت. طيب حضرتك ناسي ان الاهلي قبل السنه اللي فاتت اخد مرتين افريقيا ورا بعض؟ اخد منك انت كزمالك نهائي 2020 نهائي دوري ابطال افريقيا بالماتش الشهير بتاع القاضيه ممكن، وبعدين اخد دوري ابطال افريقيا من كايزر تشيف. سنتين ورا بعض بياخد دوري ابطال افريقيا البطوله الاعظم في القاره، وتيجي تقول لي لما اخسر النهائي من الوداد بظلم باين ان المباراه تتلعب من لقاء واحد على ارض الوداد تقول لي خسرت كل حاجه؟ يا عم عيب عليك، ده البطوله ما لحقوش يفرحوا بيها، رجعنا السنه اللي بعدها واخدناها منهم من قلب دارهم برضه. بطل تضليل بقى. ايه اللي حصل؟ الاعلانات زادت. السنه اللي فاتت بطل الدوري والكاس، الاعلانات قلت عندنا. واللي خسر دوري وكاس وكل حاجه زادت عنده. ازاي؟ معرفش. انا اقول لك ازاي، وكمان ارد على السؤال الوجودي اللي انت بتساله في كل فيديو بتعمله، وهو شعبيه مين اكتر في مصر؟ الاهلي ولا الزمالك؟ ودايما بتقول الشعبيه متساويه بين الناديين. حضرتك بنفسك رديت على السؤال، وهو ان شعبيه النادي الاهلي طاغيه في مصر لدرجه النادي الاهلي خسر الدوري وخسر دوري ابطال افريقيا ومع ذلك الاعلانات زادت. فده دليل ان الاهلي له شعب مش مجرد جمهور نادي. وكفايه على الكابتن خالد قوي لحد هنا. اخيرا وليس اخيرا عاوز اقول رايي الخاص في انتقال امام عاشور للنادي الاهلي والرد على بعض الاسئله اللي بتنطرح. هل امام عاشور مفيد للاهلي؟ ايوه، امام عاشور مفيد جدا للنادي الاهلي. لاعب نص ملعب لسه عمره صغير، مهاري، قوي، شويط، بيدافع كويس وبيهاجم كويس، مستقبل في خط النص لاي نادي يلعب فيه. السؤال التاني اللي بينطرح، هل دي مبادئ النادي الاهلي؟ فين مبادئ النادي الاهلي دلوقتي؟ الرد على السؤال ده هيكون كالاتي: فكره انك تقتنع وتعترف بمبادئي في الوقت اللي انت عاوزه وتلغيها في الوقت اللي انت عاوزه، يبقى انا هلغي رايك اصلا ومش هدي رايك اهميه. ليه؟ علشان انت اعترفت بمبادئي واعترفت بقوانيني واعترفت بالرولز بتاعتي في الوقت اللي انت عاوز تعترف بيه، اللي الكلام ده هيفيد مصلحتك الشخصيه. لكن قبل كده كنت تطلع تقول يعني ايه مبادئ النادي الاهلي؟ يعني ايه قيم النادي الاهلي؟ مفيش حاجه اسمها كده. دلوقتي اعترفت لما الموضوع وجعك. فانا بقى اللي عندي سؤال للناس اللي بتسال السؤال ده: هل مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي هتسمح لامام عاشور انه يعمل فيديوهات مسيئه زي الفيديوهات اللي كان بيعملها وهو في الزمالك، اللي الاداره كانت بتشجعه انه يعمل كده؟ ده طبعا مستحيل. ولو ردك وعملت فيها محنك شويه وقلت لي طيب ما كهربا كل يوم بيطلع يعمل فيديو مسيء، هقول لك هي مره واحده. وردي على الموضوع
اتفرج على رد محمد الشناوي لما كهربا راح للجمهور وبدا يعمل معاهم نفس اللي كان بيعمله قبل كده. اتفرج على محمد الشناوي وهو بيزقه وبيعنفه ان هو ما ينفعش يعمل كده. بس دول كلمتين مختصرين في موضوع امام عاشور.